اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحه واحسن حال. حلقه النهارده من الحلقات الجميله جدا جدا ودايما بتطلبوها مني، وهي بخصوص مشكله كلنا بنعاني منها. معظمنا، كل السيدات، كل البنات، حتى الولاد بيعانوا من مشاكل البشره، واللي اشهرهم الكلف، البقع البنيه، وعدم توحيد لون البشره. طبعا المشاكل دي بيبقى ليها اسباب كتير، ممكن يكون بسبب وراثي، ممكن يكون بسبب تعرض للشمس، التصبغات، او السيده لو مرت بفتره الحمل بيظهر عليها على طول طبعا الكلف. بنحاول نعالجه بكل الطرق، طبعا سواء ان انت تشتري كريم غالي او سواء تبداي تعملي جلسات الديرما وتدخلي في الموال ده ما تطلعيش منه. في حلقه النهارده هوفر عليكم كل الكلام ده، وهكلمكم عن ماسك رائع جدا جربته بنفسي. الماسك ده ليه نتيجه وهميه ونتيجه خياليه. هعمل الماسك على وشي وهتشوفوا خطوه بخطوه هنبدا نعمله ازاي، هنستخدمه ازاي، لغايه لما ندخل لاخر خطوه في الماسك. هيديكي فايده رهيبه ممكن توصلي لها بالالافات بمجرد حاجه بسيطه عندك موجوده في كل بيت. خليكم معايا لانها تكون حلقه مهمه جدا. ماسك النهارده بيعتمد على مكون اساسي وهو الليمون. الليمون طبعا ليه فوائد رهيبه جدا للبشره، ممكن معظمكم مش عارفها، علشان كده النهارده انا هقول لك الليمون ده بيعمل ايه. الليمون بيقدم لك اهم 7 فوائد لبشرتك ممكن تغنيكي عن كريمات ومراهم وعلاجات كتير. اول فايده مهمه جدا للليمون وهو انه بيجدد الجلد بتاعك، يعني بيجدد كل الجلد بتاع البشره. طيب ليه يا دكتور؟ لانه فيه فيتامين سي. فيتامين سي مهم جدا انه بيعزز انتاج الكولاجين، وانتوا عارفين ان الكولاجين مهم جدا للبشره، ده غير ان هو بيساعد على شد البشره، وحاجه مهمه جدا ان هو بيمنع وبيأخر من ظهور علامات الشيخوخه. اما تاني فايده بقى ما ينفعش ان احنا يعني نستغنى او ما نتكلمش عنها، وهو علاج حب الشباب والندبات. ودي طبعا ممكن البوينت دي وحدها نصرف فيها فلوس كتير جدا. طيب هو ليه بيعمل الحاجات دي؟ لانه في حمض الاسكوربيك، وحمض الاسكوربيك ده بيساعد ان هو يقتل كل الجراثيم والبكتيريا اللي بتسبب حب الشباب، لان هو ليه خصائص مطهره. ده غير فيتامين سي ان هو بيقلل ظهور كل الندبات والبقع، ومع الوقت بيقللها جدا. اما ثالث فايده معظمكم هيحبها جدا، وهي التخلص من الترهلات اللي بتظهر على البشره او اللي بتظهر على الوش. طيب ليه بيعمل كده؟ لان هو ليه خصائص حمضيه. الخصائص دي اولا بتساعد على شد البشره، تاني حاجه انها بتزيل كل خلايا الجلد الميت اللي بتعمل المنظر الوحش واللي بتخلي الوش يبدا يترهل. اما رابع فايده ان هو بيخفف النمش، وده لانه ليه خصائص حلوه جدا. الخصائص دي بتساعد على تبييض البشره وتفتيح، وبالتالي النمش بيقل بشكل كبير جدا. اما خامس فايده وهو منظف طبيعي للبشره. ليه؟ لان هو اصلا فيه خصائص تعقيم عاليه، وبالتالي بتخلص البشره بتاعتك من كل البكتيريا او من كل الجراثيم اللي بتبقى ملتصقه بيها. اما سادس فايده مهمه وهو انه بيعالج تشقق الشفايف. وطبعا ناس كتير جدا بتعاني من مشكله الشفايف المتشققه، وطبعا بيبقى منظرها مش كويس. الليمون بيزيل كل خلايا الجلد الميت، وبالتالي مع تكرار الاستخدام هتتخلصي تماما من المشكله المزعجه دي. اما سابع واخر فايده وهي التخلص من كل الرؤوس السوداء، وده لان هو بيساعد في ازاله زي ما قلنا كل خلايا الجلد الغريبه او السوداء او الميته، وبالتالي بيعمل على تقشيرها، ومره في التانيه الموضوع ده بينتهي بشكل كبير. طبعا الماسك بسيط وسهل جدا، مش هيكلفكم اي وقت ولا اي مجهود. انا دمجته وجهزته علشان نبقى جاهزين على طول. طيب المكونات عباره عن ايه؟ المكونات عباره عن عصير ليمون وسكر نفس الكميه بتاعه عصير الليمون. يعني انا في الماسك ده استخدمت 3 نص ليمونه كبيره زائد 3 ملعقه سكر كبيره، يعني كل نص عصير ليمون هتاخدي قدامها ملعقه سكر كبيره، وكده يبقى عندك بس الماسك جاهز. لو زودتي مثلا، يعني لو خدتي 4 نص ليمون هتاخدي 4 ملعقه سكر كبيره، وهكذا. لازم الليمون يساوي السكر اللي هيتضاف عليه. بالنسبه للسكر ليه خصائص تقشير، فبيبقى كده عامل زي السكراب، وبيبقى طبعا ممتاز جدا. كل اللي هتحتاجيه بعد ما تجهزي الخلطه اللي احنا عملناها مع بعض، انك هتجيبي بالظبط فرشه، اي فرشه ميك اب قديمه تكوني مش بتستخدميها، اغسليها كويس جدا، وبعدين بالفرشه هتبداي توزعي من الماسك على وشك كله زي ما هتشوفوني دلوقتي.
وزي ما انتوا شفتوا بعد ما وزعت عصير الليمون على البشرة كلها، انا ما حطيتش على الشفايف، بس انت لو عايزة تحطي على الشفايف زي ما قلت هو ينفع جدا لان هو بيعتبر مقشر برضو للشفايف، فبراحتك جدا لو عايزة تحطي. هل كده الماسك خلص؟ لا ما خلص، هنعمل تدليك بالراحة لكل الوش عكس اتجاه الجاذبية. بصوا التدليك زي ما انتوا شايفين كده انا باخد لفوق، بصوا عكس اتجاه الجاذبية، يعني بصوا بعمل دايرة لفوق دايرة لفوق، وتبدأي ايه تعملي تدليك بالليمون والسكر، وبعدين طبعا تحاولي تعملي كده على الوش كله، تبدأي بالدقن والانف والجبهة تعملي دواير لفوق عكس اتجاه الجاذبية. وبعد ما عملت زي ما انتوا شفتوا تدليك لوشي كله بالليمون والسكر، هستنى لمدة نص ساعة، وبعد نص ساعة هغسل وشي بمية لا هي ساقعة ولا هي سخنة، بمية فترة. وطبعا زي ما انتوا شفتوا دلوقتي غسلت وشي وفعلا احساس مختلف تماما، البشرة بتجدد نفسها، البشرة نضرة جدا وفعلا تحسي انها بتقشر نفسها لو استمريتي عليه، فهو رائع. كل اللي هتعمليه بعد ما خلصتي انك تحطي بس اي مرطب عندك في البيت او المرطب اللي انتي بتستخدميه على البشرة بتاعتك. وبكده وصلنا لاخر جزء في الحلقة، وهو اهم 5 تحذيرات مهمة جدا علشان لو انتي مش واخدة بالك لازم تركزي علشان ما تضريش نفسك. اول نصيحة مهمة جدا، لو كانت بشرتك بتتحسس من الليمون او عندك حساسية من الليمون يبقى ما ينفعش تستخدمي الماسك ده، لان الماسك ده ممكن يكون هيأذي البشرة بدل ما هو هينفعها. اما تاني نصيحة انك لازم بعد ما تخلصي تحطي كريم مرطب، لان الليمون ممكن يكون ليه عناصر مهيجة شوية للبشرة، خاصة ان احنا مش واخدين ان احنا نعمل الماسك وهنبدأ نستخدمه، فلازم تحطي كريم مرطب بعد ما تخلصي الماسك. اما تالت نصيحة مهمة جدا، حتى لو انتي ما كانش عندك حساسية من الليمون لكن بعد ما حطيتي الماسك بدأتي تحسي بحرارة او بحرقان، يبقى توقفي الماسك على طول، لان كده برضو بشرتك مش بتستحمل الليمون. رابع نصيحة، ابعدي تماما عن منطقة العين وانتي بتحطي الماسك، لان منطقة العين بتكون منطقة حساسة. اما خامس واخر نصيحة، انك ممكن تجربي لو انت عندك تحسس من الليمون ان هو يبقى بيتحط على البشرة، انك تخففي الليمون بشوية مية، ونكمل الخطوات زي ما هي وجربي. لو عادي خلاص بشرتك هتستحمل كمليه، اما لو انت برضو بشرتك بتتحسس يبقى برضو مش هينفع معاكي. اتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقة النهاردة وقدرت اقدم لكم معلومات مفيدة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش لايك الفيديو، سبسكرايب في القناة، واهم حاجة شاركوا الفيديو مع غيركم علشان اكبر عدد منه يستفاد. واشوفكم على كل خير الحلقة الجاية ان شاء الله. باي باي.